مفتاح إنقاذ حبها، لكن الثمن قد يكون باهظا. أمسكت ندى بالقطعة الأثرية وعيناها مليئتان بالعزم. كانت مستعدة لمواجهة أي شيء من أجل استعادة حب حسام، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة الشر نفسه. شعرت ندى بفراغ متزايد بداخلها، هاوية هددت بابتلاعها بأكملها. حسام الذي كان يهتم بها كثيرا بالكاد ينظر إليها الآن. ضحكته التي اعتادت أن تملأ منزلهما الصغير أصبحت الآن صدى بعيدا. حاولت كل شيء لاستعادة عاطفته. كانت تطبخ وجباته المفضلة وترتدي أجمل فساتينها، لكن لا شيء يبدو أنه ينجح. بدت الغابة وكأنها تتنفس من حولها، وظلالها تنبض بالحياة بأعين غير مرئية. أصبح الهواء ثقيلا كثيفا برائحة الأرض الرطبة والأوراق المتحللة. الخوف الحاد والبارد التف حول ندى كالكفن، لكن فكرة فقدان حسام غذت كل خطوة تخطوها. توغلت في الغابة، وبدا أن همسات الريح تحذرها لتعود أدراجها قبل فوات الأوان. تخيل. نعتة الساحرة. جرعات الحب غريبة الأطوار تأتي بثمن. هل أنت على استعداد لدفعه يا طفلتي؟ وافقت ندى التي أعمتها حاجتها إلى حب حسام دون تردد. فما هو أي ثمن مقارنتي بحياتي بدونه؟ ألقت الساحرة مكونات غريبة في مرجل يغلي وهي تردد بلغة أرسلت الرعشة في عمود الندى الفقري. تصدع الهواء بطاقة غير مرئية، وامتلأت الساحة برائحة كريهة. نخر الذنب ضمير ندى. راقبت حسام الرجل الذي أحبته وهو يتحول إلى شخص غريب سجين في جسده. الضحكة التي جلبت لها الفرح ذات يوم ترسل الآن قشعريرة في عمودها الفقري. سخرية جوفاء من الحياة التي شاركوها ذات مرة. لقد أعمتها رغباتها الخاصة لدرجة أنها لم تتوقف للتفكير في العواقب. الثمن الذي يدفعه حسام الآن لرغبتها الأنانية. همس القرويون بتحول حسام، وخوفهم واضح. تجنبوه، وعيناهم مليئة بمزيج من الشفقة والرهبة. أصبحت ندى منعزلة محاصرة في منزلها مع رجل ممسوس، تطاردها أصداء ضحك الساحر المرعب. لقد نجحت جرعة الحب، لكنها جاءت بتكلفة باهظة. لقد أيقظت ظلاما داخل حسام، ظلاما هدد بابتلاعهما معا.
لا يمكن أن يجبر